السلام عليكم، مرحبا بكم الدراري. اليوم في الحلقه الثانيه من جلسه مع الحلاق. الضيف ديالنا اليوم الاخ بدرو. خي بدرو، مرحبا بك. ترحب بك الجنه اخي عمر، الله يحفظك. نبداو بالسؤال الاول، شنو هو اصعب موقف واجهتيه في الخدمه؟ اصعب موقف اللي واجهته في الخدمه هي كانت جات عندي واحد السيده قالت لي خصني نقرع، وقرعت لها. وشنو اللي تعلمتي من ديك؟ تعلمت من ديك التجربه هذيك هو اذا جاك ابتلاء من عند سيدي ربي خصك تكون موجد له، خصك تكون عارف بينك وبين سيدي ربي وكتعمل مزيان وما تخافش من اي حاجه. واش كتامن بالموهبه بوحدها كافيه؟ بالنسبه لي اللي ما كنامنش بالموهبه بوحدها كافيه، لازم يكون موهبه وتزيد معها الكفاح. شنو هي الحاجه اللي كتخليك ديما واقف مع المرايه والكرسي؟ اول حاجه اللي هو الحلم، ثاني حاجه اللي هو الاصرار اللي ما كيموتش. شنو الرساله ديالك نكون حلاق اللي عنده حلم؟ الرساله ديالي اخي عمر هو ما تخافش تبدا صغير، خاف تبقى صغير. شنو المعنى ديال النجاح بالنسبه لك؟ النجاح بالنسبه لي هو نبقى كيف ما انا بلا ما تغير فيا شي حاجه. نبقاو في اخر سؤال، واش الطريق كتجيك طويله في الدومين الحلاقه؟ الصراحه هي طويله، ولكن في كل خطوه فيها قصه تستاهل.